كارل جونسون، Hell yeah. واللي كلنا عارفينه بسي جي. Cap they flat ass. شاب صغير من لوس سانتوس وعضو مهم جدا في عصابة اسمها جروف ستريت، بس بيبقى سايب العصابة والمنطقة والمدينة خالص وراح على مدينة ليبرتي سيتي عشان يشتغل ويعيش هناك ويهرب من ضغوط الحياة في لوس سانتوس، خاصة بعد ما أخ ليه اسمه رايان اتقتل، وأخوه التاني الكبير فضل كل شوية يحسسه إنه ساذج وملوش لازمة في الحياة. وده سويت، يبقى أخو سي جي الكبير اللي كل شوية يحسسه إنه ساذج وملوش لازمة في الحياة، وبيبقى مؤسس وزعيم عصابة جروف ستريت، وبيبقى عنده مشكلة وجودية في لوس سانتوس مع عصابة اسمها بولوز، واللي بيبقوا عايزين يخلصوا عليه وعلى عصابته. وده فرانك تيمبني، شخصية وسخة ومش هقدر أقول لك وصفة أكتر من كده. وبتبدأ الحكاية بسي جي وهو في ليبرتي سيتي، وبيبقى شغال مع واحد اسمه جوي ليوني وبقاله 5 سنين عايش هناك. Hey, what's up, man? It's CJ. وفي الفترة اللي كان شغال فيها مع جوي جاله تليفون من سويت وبنعرف إن مامته ماتت، فسي جي بياخد أول طيارة وبيرجع تاني على لوس سانتوس عشان يحضر جنازة مامته، بس وهو في السكة رايح على البيت عربية شرطة بتوقف التاكسي اللي هو فيه وبينزلوه منها، ومن هنا بنبدأ نتعرف على ده فرانك تيمبني، أوسخ شخصية ممكن تشوفها في تاريخ GTA كلها، وده بيبقى الضابط اللي ماسك دايرة لوس سانتوس بس مدورها شمال عشان هو راجل شمال، وهنعرف ليه قدام شوية، وبيبقى معاه المساعدين بتوعه الضابط بولاسكي والضابط هيرنانز. Welcome home, Carl. المهم انهم بيثبتوا سي جي وبيفتشوه بيغلسوا عليه شويه، وبعدها بياخدوه معاهم في العربيه وبيخلعوا التاكسي اللي كان جاي فيه. Get out of here, you greaseball bastard! وبنعرف ان تيمبني بيبقى قاصد ان هو يعمل كده، وده عشان يحجم سي جي ويسيطر عليه، وفي الاخر بيهدده بيقول له لما احتاجك الاقيك، يا اما هلبسك جريمه قتل ضابط لسه مقتول من 10 دقايق اسمه بندل بيري. You work fast, nigga. وطبعا سي جي بيضطر ان هو يقول لهم امين، وبعدها هم بيتنمروا عليه شويه وبيرموه من العربيه في منطقه عصابه بولوس وبيسيبوه بيمشوا. Oh shit. Here we go again. المهم ان سي جي بعد كده بياخد البسكليتة بتاعته وبياخد بعضه وبيروح على البيت، ولما بيوصل بيفضل يفتكر في ذكرياته شوية مع مامته وبيشد كرسي وبيبقى قاعد حزين عشان الدفنة فاتته. ومن هنا بيظهر لنا ده بيج سموك، صاحب سي جي من زمان في المنطقة وعضو مهم جدا في عصابة جروف ستريت، وبيبقى مفكر ان سي جي حرامي جاي يسرق البيت وبتاع، لحد ما في الاخر بيجمعه وبيسلم عليه وبيفضل يتكلم معاه شوية وبيواسيه على موت مامته، وبعدها بياخده عشان يوديه على المقابر عشان يشوف أخوه. ولما بنوصل هناك بنشوف سويت وبيبقى معاه باقي العيلة، كندل أخته الكبيرة، Carl, hey, good to see you. ورايدر صاحبه من المنطقة وعضو مهم معاهم في العصابة. المهم إن سويت بيبدأ يتعصب على سي جي عشان كالعادة شايفه مش مسؤول وملوش لازمة عشان جه متأخر، وبيتعصب أكتر على كندل عشان بنعرف إنها مصاحبة عيل اسمه سيزر من عصابة تانية اسمها فاريوس، وده اللي بيبقى مخلي سويت شايط أكتر عشان ده ممنوع في قانون العصابات. والليلة دي في الآخر بتخلص على إن كندل بتشتم سويت وبتسيبه وبتمشي عشان تروح لصاحبها، Fuck you, sweet. وسويت بيمسك سي جي وبيحكي له اللي بيحصل فيهم والوضع المنحط اللي بقوا فيه، وبنعرف ان في عصابه اسمها بولوز هي اللي مسيطره دلوقتي على المنطقه، وبداوا ان هم يبيعوا نوع مخدرات معين اسمه كراك ومسيطرين بيه على الشباب كلهم بما فيهم رجاله من عصابتهم، ووضعهم بقى مهزأ خالص ومحتاجين ان هم يرجعوا هيبتهم تاني. وبعدها على طول وهم خارجين من المقابر بيهجم عليهم ناس من عصابه بولوز وبيبقوا عايزين يخلصوا عليهم، فسي جي وسويت والرجاله بيهربوا منهم وبينجحوا في الاخر انهم يتوهوهم لحد ما بيرجعوا عندهم في المنطقه. ولما بيوصلوا المنطقه سويت بيسأل سي جي وبيقول له هتسافر امتى، فسي جي بعد ما شاف اللي حصل بعينه ده قرر انه ما يرجعش ليبرتي سيتي تاني ويفضل في لوس سانتوس عشان يقف جنب اخوه وعصابته ويحمي منطقته ويرجعوا هيبة جروف ستريت تاني. ومن هنا اقدر اقول لك مرحبا بك يا صديقي في GTA سان اندرياس وقصة حياة اقرب الشخصيات الى قلبي سي جي. Baby, without you, there is no Carl Johnson. بس قبل ما نبدأ ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعدنا على الانتشار، ولو اول مرة تشوفنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وافتكر كويس الشكل ده عشان هنرجع له قدام. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده Let's go. من أول ما سي جي قرر إنه يستقر في لوس سانتوس ونظرته للحياة اتغيرت تماماً، أولاً عشان موت مامته، ثانياً عشان سويت فهمه الوضع الحالي ماشي إزاي. وبنعرف إن عصابة جروف ستريت ما بقتش كبيرة ومسيطرة زي زمان، وده سببه إن في عصابتين، واحدة اسمها سيفل بولافارد والتانية اسمها تيمبل درايف، ودول المفروض إن هم حلفاء جروف ستريت، ولكن سيفل بولافارد وتيمبل درايف المفروض إن هم الاتنين اتخانقوا مع بعض وفركشوا التحالف اللي بينهم، فبالتالي كل واحد بقى لوحده وبقوا أضعف من الأول. واللي مسيطرين على المنطقة في الوقت الحالي عصابة اسمها بولوز، وبيبقى ليهم حلفاء واللي يبقوا عصابة فاجوس. وحياة سي جي بدأت تتغير واحدة واحدة، وبقى هدفه الأساسي إن عصابة جروف ستريت تسترجع قوتها تاني عشان يقضوا على عصابة بولوز اللي بدأوا يسيطروا على المنطقة وبوظوا الشباب بالكراك اللي بيبيعوه. فأول حاجة بيعملوها بيجمعوا أعضاء العصابة بتاعتهم، وأول واحد بيروحوا له
واحد اسمه بي داب، Fuck you want? وده صاحبهم والمفروض انه معاهم في العصابة. بس لما بيروحوا له بيتصدموا لانهم بيكتشفوا انه ما بقاش معاهم وبقى شغال ديلر مع عصابة بولوز، وخلى واحد صاحبهم تاني اسمه بيج بير يبقى مدمن عشان يسيطر عليه ويشغله خدام عنده في البيت. وسي جي بيبقى مصدوم من اللي شايفه وبيسمعه وبيقرر انه ما يعديش اللي حصل ده على خير، فبيروح على منطقة عصابة بولوز وبيضرب ديلر تبعهم في الشارع، وبعدها بيروح على بيت تبع بولوز بيتجمعوا فيه الديلرات وبيخلص هو ورايدر على كل اللي موجودين فيه. وطبعا عصابة بولوز مش بيسكتوا وبيحاولوا يردوا عليهم ويخطفوا سويت عشان يخلصوا عليه، بس سي جي بيروح وبينقذه وبيعلم عليهم تاني. وبيفضل الحال على كده كل شوية سي جي والرجالة ينزلوا يعملوا واحدة على عصابة بولوز ويعلموا عليهم، وبدأوا انهم يجمعوا أسلحة مع بعض عشان يجهزوا نفسهم لأي هجوم ممكن يحصل عليهم. Come on, CJ. We got enough. وبعدها راحوا عشان يجيبوا واحد صاحبهم معاهم في العصابة لسه طالع من السجن، وصاحبهم ده يبقى جيفري. It's OG Loke, homie. OG Loke. اوجي لوك، معلش يا اسطى. وده المفروض انه عضو مهم معاهم في العصابة وهو الرابر بتاع الليلة. المهم انهم بيجيبوه لما بيخرج، وسي جي بيساعده انه يبدأ مسيرته، وبيجمع له عدة شغل يشتغل بيها، ورجع له كلمات اغاني كانت مسروقة منه من مغني معروف اسمه مات دوج وروق عليه. I spit it harder than anybody in the world could do. It's like I sucks. بس في الفترة دي سويت وكندل بيكونوا شدوا مع بعض بسبب سيزر اللي كندل مصاحباه من عصابة فاريوس. And look at you. You dress like a hooker. فسي جي بيروح وراها عشان يعرف ايه حكاية سيزر ده، ولما بيروح له بنتعرف عليه اكتر وبنعرف انه هو زعيم عصابة فاريوس. وسي جي لما بيتكلم معاه بيتأكد انه مش بيلعب باخته وانه بيحبها بجد. فسي جي وسيزر بيبقوا صحاب وبيعملوا حاجة بينهم زي تحالف، وصداقتهم بتزيد يوم بعد يوم. وطبعا من فترة للتانية تيمبني بيطلع له بخازوق عشان يخلص له حاجة. I thought we were friends. Yeah, whatever. وبيفضل الحال على كده لحد ما في مرة وهم في حفلة في بيت اوجي لوك عصابة بولوس بتهجم عليهم وبتقوم حرب في الشارع ما بينهم، بس سي جي وعصابته بيخلصوا عليهم ومش بيخلوا حد منهم عايش. وطبعا سي جي مش بيعدي اللي حصل ده بالساهل، وبيروح على مربع تبعهم اسمه جلين بارك بولوس كانوا مسيطرين عليه، وبيخلص على كل البولوس اللي في المربع باللي ماسك المربع. وبنعرف ان الضابط تيمبني هو اللي كان زي عصابة بولوس انهم يسيطروا على المنطقة دي ومناطق تانية كتير. Tenpenny, set me up. وسي جي بيفضل ينظف في المناطق دي لحد ما سويت بيكلمه وبيقول له ان تيمبني كان هنا دلوقتي، وقال ان الواد اللي هو قتله في جلين بارك ده هيروحوا يدفنوه النهارده، وكل رجاله عصابه بولوس هتبقى هناك. وبيبقى شايف ان دي فرصه انهم يروحوا يهجموا عليهم في المقابر ويردوا لهم النمره اللي عملوها فيهم يوم جنازه امهم ويخلصوا عليهم. All right, nigga. Roll street for Let's life. roll. وفعلا سي جي وسويت وكام واحد من العصابه بيروحوا على هناك وبيخلصوا الدنيا، بس الغريبه ان بيج سموك ورايدر بيبقوا مش معاهم في حدث مهم زي ده. Okay, CJ. Come on over. المهم ان جروف ستريت وضعها بدأ يرجع تاني في الشارع، وبدأت ان هي ترجع الملاعب تاني، وجمعوا اسلحتهم واجزاء من مناطقهم. مش ناقص بس غير انهم يتحدوا مع حلفائهم القدام عشان يبقوا اقوى زي زمان ويفرضوا سيطرتهم على المنطقة كلها. All right, let's roll, homies. Let's do this. Yeah, let's go, man. وفعلا بيروحوا عشان يقابلوا حلفائهم في مكان كانوا متفقين عليه، وسويت بيدخل عشان يعمل الاتفاق، وسي جي وبيج سموك ورايدر بيستنوه في العربية. بس بعد ما سويت بيدخل بنكتشف انه كمين معمول عشان يقضوا عليهم، وسويت بيبقى في خطر وهو لوحده جوه ومعهوش حد. فسي جي بينزل ينقذه، وبعدها بيج سموك ورايدر بياخدوهم بالعربية وبينجحوا انهم يهربوا من الشرطة اللي كانت بتطاردهم. بس الغريبة في الموقف ده ان الشرطة لما هجمت على المكان وسي جي دخل عشان ينقذ سويت، سموك ورايدر خدوا العربية وهربوا وظهروا تاني بعد ما ضرب النار هدي، وما دخلوش مع سي جي عشان ينقذوا سويت. المهم ان بعد كده سيزر بيكلم سي جي وبيقول له يجي يقابله ضروري. Hey, ولما سي جي بيروح له بتحصل التويستاية اللي بتقلب أحداث القصة كلها. what the fuck? بنشوف رايدر وسويت وهم طالعين من جراج تبع عصابة بولوز، وبنشوف العربية اللي كان فيها الناس اللي قتلت أم سي جي قبل كده واللي بيبقى نوعها جرين سايبر، وبنشوف الضابط تيمبني معاهم، وبنستنتج إن هو اللي ورا كل المصايب اللي بتحصل. وبنعرف إنه عامل عصابة اسمها كراش وحاطط كل العصابات تحته عشان تشتغل لحسابه. ومن هنا سي جي بيبدأ إن هو يجمع الأحداث وكل اللي حصل من أول ما رجع، وبيستنتج حاليا إن التارجت أصلا سويت عشان هو مش موافق إنه ينضم ليهم من البداية. وبنعرف إن دلوقتي سويت وكلهم بقوا في خطر. Oh, fuck. Sweet. ولما سي جي بيوصل بيلاقي ان اللي حسبه لقاه كانوا فعلا عاملين كمين لسويت عشان يخلصوا عليه، وبنشوف سويت وهو مرمي على الارض وسايح في دمه. وسي جي طبعا بيتدخل عشان ينقذ اخوه، وبيفضل يخلص على اي حد بيوصل من البولوز لحد ما في الاخر الشرطه بتوصل وضرب النار بيقف، وسي جي بيسلم نفسه، وسويت بيبقى مرمي جنبه على الارض غرقان في دمه. ومن هنا احداث
القصة بتبدأ إن هي تاخد مسار تاني خالص. بس قبل ما أكمل عايز أقولك على حاجة في السريع، والحاجة دي غيرت مسار حياتي أنا تماما. من فترة مش بعيدة أنا ابتديت مشروع حياتي وبدأت إن أنا أمشي فيه ونجح معايا. والحلو هنا إن المشروع ده خاصة لو أنت في ثانوية عامة أو عايز تعمل فلوس أونلاين وما حلتكش غير بطاقتك أو محفظة فودافون كاش أو غيره على موبايلك، فأنت تقدر تعمل زيه. وبما إنه نجح معايا فأنا قررت أعمله تاني ويبقى عندي نفس المشروع مرتين. بس المرة التانية دي هشاركها معاك في رحلة من الصفر وهاخدها معاك خطوة بخطوة على قناة صفقاية. وده عشان لو حابب تعمل لنفسك شغل بدخل محترم جدا جدا وحرفيا هيفرق معاك في حياتك كلها. وهناك هقولك ايه هو المشروع ده بكل تفاصيله، وهيبقى مجانا ومتاح للجميع. فانت ممكن تروح دلوقتي تشترك هناك، وخلال الاسبوعين الجايين دول هننزل اول حلقة في السلسلة، وهنبدأ مع بعض هناك من الصفر وهنشوف كل اسبوع هنروح على فين. وعشان حاسس اني طولت عليك فيلا بينا نكمل اللي بدأناه. I'll catch up with you. المهم ان احنا بعد كده بنشوف سي جي مخطوف، والظابط تيمبني هو اللي بيبقى خاطفه وبيوديه مكان بعيد عن لوس سانتوس اسمه ذا باد لاند، وبيبقى محتجز على اخوه في المستشفى عشان هيوديه على السجن بعد ما يخف. وبنعرف انه خطفه عشان يهدده باخوه اللي حبسه عشان يعمل له اللي هو عايزه، وبيحذره وبيقول له يبعد عن بيج سموك وعن المنطقه كلها وبينفذ اللي بيتقال له عليه وبس. وطبعا سي جي عشان ممسوك من ايده اللي بتوجعه فبيضطر ان هو يسمع الكلام وينفذ له اللي هو عايزه. Oh yeah, you should be glad, Carl. وفي نفس الفترة دي سيزر بيكون كلم سي جي وقال له انه قريبته عايشة هناك وان هي ممكن تساعده. فسي جي بياخد بعضه وبيروح لها عشان بيبقى محتاج ان هو يعمل فلوس. ولما بيروح لها بنتعرف عليها اكتر وبتبقى اكتر شخصية توكسيك في سلسلة GTA كلها ان لم يكن في العالم. كاتالينا، حرمة سعرانة. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. تكسكت الدنيا فيها. المهم ان سي جي بيفضل معاها شوية لحد ما بيخلص مصلحته، وبعد كده بيخلع منها بسبب الدين. Just don't fucking shoot me, please. بس في نفس الفترة اللي هو كان فيها مع كاتالينا، سي جي بيكون جاله تليفون من واحد اسمه ذا تروث، وبنعرف انه تاجر مخدرات وانه برضه شغال لحساب تيمبني. المهم ان سي جي بيتعايش معاه شوية وبينفذ له اللي هو عايزه، لحد ما في الاخر بنشوف سيزر عند سي جي في المكان اللي بيبات فيه في بادلاند. وبنعرف انهم قلبوا عليه وسلطوا عليه حلفاء عصابة بولوز اللي هم المفروض عصابة فاجوس، وطردوه مشوه من المنطقة عشان مش عايز يضم عليهم في العصابة بتاعتهم. والديلرز في الشارع هجموا عليه وكانوا عايزين يقتلوه. وبنعرف منه كمان ان بيج سموك بيبعت عربية مرتين في الاسبوع لمدينة سان فيرو وبترجع محملة مخدرات. وسي جي بيبقى مصدوم في اللي بيسمعه عن بيج سموك اللي باع مبادئه خالص. We already know who the fucking bad guys are. المهم ان سيزر بعد كده بياخد سي جي وبيخليه يدخل سباقات عربيات عشان يجمع فلوس. وفي الفترة دي سي جي بيكون اتعرف على واحد اسمه ووزي، ووزي ده بيكون اعجب بسواقة سي جي في السباق واداله الكارت بتاعه وقال له لو جيت مدينة سان فيرو كلمني وممكن نعمل شغل مع بعض. وسي جي بيرحب باللي قال ووزي وبياخد منه الكارت وبيشكره. Yeah, I might just do that. وبالصدفة بيقابل كاتالينا السايكو تاني، بس المرة دي بيبقى معاها صاحبها الجديد. ولو انت معايا هنا من زمان فانت عارف انا مسميه ايه في سلسلة GTA 3. المهم ان سي جي بيدخل معاهم سباق وبيكسبهم، والمفروض ان هو ياخد العربية بتاعتهم كمكافأة. بس كاتالينا مش بتديله العربية وبتديله مكانها عقد ورشة تصليح سيارات في مدينة سان فيرو. وبعدها بيفضلوا يهزقوا في بعض شوية، وكاتالينا بعدها بتسيبه وبتمشي. وبكده سي جي بقى معاه سيزر وكندل ومعاه عقد الورشة اللي في سان فيرو اللي لسه واخده من كاتالينا. مش ناقص بس غير انهم يشوفوا طريقة يعرفوا يوصلوا بيها لمدينة سان فيرو عشان يبدأوا يفتشوا في موضوع المخدرات اللي بيج سموك بيستوردها من هناك. المهم ان سي جي بعد كده بيروح لذا تروث عشان يشتري العربية بتاعته، بس وهو هناك الشرطة بتهجم عليهم عشان عايزين يقبضوا على ذا تروث. وبنعرف ان تيمبني هو اللي باعه وعمل معاه كده، فسي جي بيساعده ان هو يحرق المزرعة بتاعته، وبعدها بيتخلصوا من الشرطة اللي بتطاردهم، وبعدها بياخدوا بعضهم وبيطلعوا من المدينة الكئيبة دي وبيتجهوا على مدينة سان فيرو، مدينة جديدة وفصل جديد في حياة سي جي، واللي منه هيبدأ يدور على المصدر اللي بيج سموك بيستورد منه بضاعته من سان فيرو. المهم ان سي جي وكندل وسيزر بيظبطوا الجراج وبيشغلوه، وده بمساعدة ذا تروث اللي جاب لهم ناس عشان تشتغل معاهم وبيوقفوا الجراج على رجله. Orale, let's get to work. وفي الفترة اللي كانوا بيظبطوا فيها الجراج سيزر بيكلم سي جي وبيقول له انه عرف الناس اللي بتورد البضاعة لبيج سموك، وسي جي ما بيصدق فبيروح يقابل سيزر، وبعدها بيروحوا على المكان اللي الناس دي هتتجمع فيه وبياخد معاه الكاميرا عشان يصورهم. وهناك سي جي بيتصدم لما بيلاقي رايدر هو اللي جاي عشان يقفل الديل مع الناس دي. Right, little bitch. المهم ان سي جي بعد ما بيصورهم بياخد بعضه وبيرجع تاني على الجراج، ولما بيوصل هناك بنشوف ووزي مع سيزر بيبقى مستنيه، فسي جي بيرحب بيه وبعدها بيطلب منه انه يجمع معلومات عن الناس اللي في الصور دول. ووزي اصلا بيبقى عارفهم عشان دول ناس تقيله ومعروفه في سان فيرو. وبنعرف ان اول واحد ده يبقى اسمه تي بون، وده يبقى زعيم عصابه كبيره اسمها سان فيرو ريفا. وتاني واحد ده يبقى جيزي بي، وده يبقى صاحب اكبر نايت كلاب في سان فيرو ولا مؤاخذه اوراني. وتالت واحد ده بقى يبقى مايك تورينو، وده الدماغ والعقل المدبر
المخبر اللي مدور الليله كلها. فسي جي بيبدا ان هو يشغل دماغه عشان يدخل في وسطهم، وبيروح لجيزي النايت كلاب بتاعه وبيعرفه على نفسه وبيجيبه سكه وبيعرض عليه خدماته. وجيزي بينبهر بيه سيكا وبيبدا ان هو يشغله معاه، وعن طريق جيزي بيبدا ان هو يوصل لتي بون ومايك تورينو، وبيبدا ان هو يشتغل معاهم ويقرب منهم اكتر عشان يكسب ثقتهم، ويبدا يسرسب منهم معلومات عن ميعاد تسليم شحنه المخدرات اللي بيسلموها لبيج سموك. وفي نفس الفتره اللي سي جي كان بيجمع فيها المعلومات كان بدا يشتغل مع ووزي وعلاقته بيه بقت كويسه، وبنعرف ان ووزي اصلا يبقى زعيم عصابه الصينيين في سان فييرو. وفضل الحال عن تجميع معلومات عن ميعاد الصفقه وشغل مع ووزي لحد ما في الاخر بيجي ميعاد تسليم شحنه المخدرات اللي هتروح لبيج سموك، ودي الفرصه اللي سي جي مستنيها عشان يخلص فيها على العصابه كلها. فسي جي بيستفتح بجيزي بي في الديسكو بتاعه، وبعدها بيجمع سيزر وبيروحوا على مكان اسمه بير 69، وده المكان اللي هتتم فيه الصفقه. المهم ان سي جي بيروح على هناك وبيقابل سيزر، وبنشوف كمان رجاله ووزي جت معاهم عشان تساعدهم في العمليه دي. وبعدها بنشوف تي بون هو ورجالته داخلين على المكان، ورايدر بيبقى وصل عشان يخلص معاهم في الصفقه. بس تورينو لما بيوصل بالطياره بتاعته بيشوف من فوق ان الدنيا قلق وبيقطع على الرجاله بتاعت ووزي، فبياخد بعضه وبيهرب من المكان. وعصابه تي بون بتبدا انها تهجم على عصابه ووزي وبتدور مجزره ما بينهم، وسي جي وسيزر بينزلوا وبيخلصوا على عصابه تي بون لحد ما في الاخر بيوصلوا لتي بون وبيخلصوا عليه هو كمان. ورايدر بيحاول ان هو يهرب بس سي جي بيطارده وبيحصله وبيخلص عليه. وبعدها ووزي بيكلم سي جي وبيقول له على مكان مايك تورينو، وسي جي بيروح ورا مايك وبيفضل يطارد طيارته لحد ما في الاخر بينجح ان هو يوقعها، وبرضه بيكون خلص على مايك تورينو. وبكده سي جي بمساعده سيزر ووزي قفل المصدر اللي بيج سموك بيعتمد عليه في تجاره المخدرات في لوس سانتوس من سان فييرو. المهم ان سي جي بيكمل في سان فييرو وبيظبط الجراج بتاعه، وفي نفس الوقت بيبقى مع ووزي لحد ما بيجيله تليفون من شخص مجهول، واللي بيكلمه بيستخدم صوت روبوت، واللي بيكلمه ده بيهدده انه لو ما جالوش دلوقتي هيأذي سويت اخوه. If you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. فطبعا سي جي بيقلق عشان سويت وبيروح عشان يشوف مين اللي كان بيكلمه ده. وبعد شحطته ومرمطه وراه بنعرف في الاخر انه مايك تورينو، وانه لسه عايش ما ماتش. وبنعرف كمان ان تورينو رتبه كبيره جدا في الحكومه. وفي الاخر مايك تورينو بيجند سي جي انه يخلص له كل شغله الشمال، وفي المقابل هيخرج له اخوه سويت من السجن. وسي جي طبعا لما بيسمع فيها خروج اخوه فبيوافق على طول. وتورينو بيفضل مشقيه ومشعلقه ومطيره ومنططه لحد ما مره واحده بيختفي ومش بينفذ وعده مع سي جي، ومش بنعرف عنه حاجه لحد ما ووزي كلم سي جي وقال له انه عمل بيزنس جديد ومحتاجه ان هو يبقى معاه. وسي جي لما بيسمع العرض بيوافق. Come over and see the setup, my friend. ومن هنا سي جي بيبدا ان هو يتحرك على مدينه لاس فينتوراس، وبنعرف ان ووزي فتح كازينو كبير هناك اسمه فور دراجونز، وبيبقى محتاج سي جي معاه عشان يبوظ له شغل الكازينو المنافس ليه في المدينه. والكازينو المنافس ده يبقى صاحبه سالفاتور ليوني، وده يبقى ابو جوي اللي سي جي كان شغال معاه في ليبرتي سيتي في اول القصه خالص. ومدير الكازينو يبقى روزنبرج، والمفروض انه اشتغل مع ليوني بعد ما تومي فيرزاتي كرشه من فايس سيتي. ولو عايز تعرف كرشه ليه فانت ممكن تشوف الحلقه دي من الاي اللي هتظهر لك دلوقتي في الشاشه فوق على اليمين. المهم ان سي جي في الاخر بينجح ان هو يجند روزنبرج ويبوظ شغل الكازينو المنافس ليه، وبعدها سي جي بيمضي عقد شراكه رسمي مع ووزي، وبكده سي جي رسميا بقى صاحب وشريك ووزي في كازينو فور دراجونز، وبدا يجري في سكه الاموال بعد عناء مستمر من الريسبكت بلس. المهم ان في نفس الفتره دي سي جي بيقابل واحد اسمه ماد دوج، وده الرابر المعروف اللي المفروض اوجي لوك قال عليه انه سرق كلمات الاغاني بتاعته. وسي جي بيتعرف عليه في موقف انقذ فيه حياته، وماد دوج كان وقتها هيموت. بس لما بنتعرف على ماد دوج اكتر بنعرف ان الحقيقه هي ان اوجي لوك هو اللي سرق كلمات الاغاني بتاعت ماد دوج مش العكس، يعني اوجي لوك هو اللي كذاب وحرامي مش ماد دوج. وسي جي بيتصدم ان كل اصحابه من عصابته خاينين وكذابين، وبيوعد ماد دوج انه هيرجع له كلمات اغانيه اللي اتسرقت منه. وفي نفس الفتره دي برضو الضابط تيمبني بيظهر تاني، وبيبقى عايز سي جي يجيب له ملفات مهمه جدا ممكن توديه في داهيه، وطبعا بيهدده باخوه عشان يجبره ان هو ينفذ له طلبه. وفي الاخر سي جي بيضطر ان هو يروح يجيب له الفايل المهم اللي هو عايزه ده، وبعدها بيرجع له في مكان في نص الصحراء عشان يديهوله. بس لما بنوصل هناك بنشوف تيمبني وهو بيخلص على الضابط هيرنانز، وده عشان بلغ انهم هم اللي اجبروه انه يقتل زميلهم الضابط بندل بيري، والفايل ده هو اللي يثبت الكلام ده. المهم ان بعد كده تيمبني بيأمر سي جي ان هو يحفر حفره كبيره، وبيخلي بولاسكي عينه عليه لحد ما يخلص وبيسيبهم وبيمشي. وبنعرف ان النية هنا ان بولاسكي يقتل سي جي بعد ما يخلص حفر ويدفنه مع الضابط هيرنانز، عشان بيقول له الحفره دي كويسه لفردين. وسي جي بيحاول يفهم بولاسكي ان تيمبني بيلعب بيهم كلهم، وان الدور الجاي
جاي هيبقى عليه. بس في نفس الوقت ده هيرناندز بيبدأ إن هو يفوق وبيحاول يمسك بولاسكي، بس بولاسكي بيقتله، والأمور بتبدأ إن هي تخرج عن السيطرة، وبولاسكي بيحاول إن هو يهرب، بس سي جي بيفضل يطارده وبيحصله وبيخلص عليه. وبكده سي جي يبقى خلص على جزء كبير من أعدائه، مش ناقص بس غير إنه يخرج أخوه من السجن ويشوف بعد كده الحياة هتروح بيه على فين. المهم إن بعد كده سي جي بياخد بعضه وبيروح على الكازينو، وهناك بنشوف ماد دوج داخل عليهم وبيبقى خسر كل حاجة في حياته، وبنعرف إن في واحد اسمه بيج بوبا تاجر مخدرات هو اللي مسيطر على القصر بتاعه دلوقتي، والقصر ده يبقى في لوس سانتوس. فسي جي بيقرر إنه يرجع تاني على لوس سانتوس عشان يرجع القصر والاستوديو بتوع ماد دوج، وفي نفس الوقت يبقى قريب من المنطقة عشان يراقب عصابة بولوز ويشوف الوضع هناك وصل لحد فين. وفعلا بيروحوا على قصر ماد دوج وبيقتحموه من الروف، وبيدخلوا في مجزرة مع عصابة بيج بابا جوه القصر، وبينجحوا في الآخر إنهم يرجعوا القصر لماد دوج. وماد دوج بيقدر اللي سي جي عمله علشانه، وبيخليه شريكه في الاستوديو، وبيخلي أهله وأصحابه يعيشوا معاه في القصر. وبعدها سي جي ضميره بيوجعه لما بيشوف جدعنة ماد دوج، فبيروح يطارد اوجي لوك عشان يرجع كلمات الاغاني اللي سرقها من الاستوديو زمان، وبيجيب كنت بول وصاحبه عشان يشتغلوا معاه مهندسين صوت في الاستوديو. وبكده سي جي رسميا بقى رجل اعمال عنده املاك في سان فيرو ولاس فينتوراس ولوس سانتوس. المهم ان الفترة اللي سي جي وماد دوج كانوا بيجهزوا فيها الاستوديو، تورينو بيظهر تاني لسي جي وبيطلب منه ينفذ له اخر عملية، وبعدها هيفرج له عن اخوه على طول. وفعلا سي جي بيروح وبيخلص المهمة الاخيرة لتورينو، وتورينو فعلا بيصدق معاه وبيخرج اخوه من السجن، وسي جي بيروح عشان يستقبله. وسي جي بيبقى فرحان بخروج اخوه وبيحكي له انهم دلوقتي عندهم قصر واستوديو وكازينو وبتاع. بس طبعا سويت بيبقى مش عاجبه اللي سي جي بيقوله، وبيبقى همه على المنطقة اللي عصابة بولوس سيطروا عليها كلها بتجارة المخدرات. وفعلا بينزلوا المنطقة وبيلاقوا الدنيا خربانة، والناس كلها بتبقى ماشية مش فايقة، يا اما بتبيع مخدرات والكلام على عشان انت جاي بس من عند الوصلة اهي. فأول حاجة بيعملوها بينضفوا الجزء اللي هم عايشين فيه من الديلارات ورجالة عصابة بولوس، وبعدها على طول بيروح على جلين بارك تاني وبيعملوا نفس الكلام، وبعدها بيروحوا على بي دوب عشان يعرفوا مكان بيجي سموك فين، وبي دوب بيقول لهم ان هو ما يعرفش مكانه عشان هو ما قالش مكانه على حد. وبعدها بنشوف بيج بير هو كمان بيقلب على بي دوب وبيقول له ان هو قرف من عيشة الخدامين دي وبيضربه، وبيقول لسي جي وسويت انه ندمان وعايز يرجع يضم عليهم تاني في العصابة، وسي جي بيسامحه، وبعدها سويت بياخده وبيوديه على المصحة عشان يتعالج. وسي جي وسويت بيبدأوا ان هم يجمعوا رجالتهم من جروف ستريت تاني عشان العصابة تقف على رجليها من اول وجديد، وبينزلوا على المناطق اللي عصابة بولوز احتلتها وبيرجعوها تاني تحت سيطرتهم، زي ما المقاومة هتعمل في ولاد الأحبة الخنازير دول، وتفضل تصطاد فيهم وتوقعهم زي البط ان شاء الله. وسي جي بعدها بيروح يساعد سيزر انه يطلع عصابة فاجوس من بيته اللي اخدوه منه، وبيخلصوا على كل الفاجوس اللي في المنطقة، وسيزر بيرجع المناطق بتاعته تاني، والتحالف اللي بينهم بيبقى اقوى. بس في نفس الفترة دي بينتشر خبر قتل الضابط هيرناندز وبولاسكي، والدنيا بتتقلب بالذات لما تيمبني بيتفضح ان هو اللي عمل كل ده، والناس من بعد الخبر ده كلها بقت ماشية بتضرب بعض في الشارع، العصابات والناس والشرطة وكله بيضرب في كله، والدنيا بتبقى خربانة. المهم ان في الاخر سي جي بيقدر ان هو يعرف مكان بيج سموك، فبياخد سويت وبيروح على المكان اللي بيج سموك فيه، وبنعرف ان المكان ده هو المعمل بتاعه اللي بيصنع فيه الكراك. وسي جي بينجح في الاخر انه يقتحم المعمل بالمدرعة، وبيفضل يدخل جوه اكتر واكتر لحد ما في الاخر بينجح ان هو يوصل لبيج سموك. وهناك بنشوف مشهد محتاج له حلقة لوحده عشان فيه كمية تفاصيل في المحادثة هتخلي دماغك كل 5 ثواني تعمل فلاش باك كتير وانت بتتفرج. المهم ان بعد المحادثة اللي كلها حلقات هتنزل في سلسلة المحقق ان شاء الله، سي جي وسموك بيفتحوا النار على بعض، وسي جي في الاخر بينجح ان هو يوقع بيج سموك. وبيج سموك قبل ما يفارق الحياة بيقول ان هو كان نفسه يبقى اسطورة في عالم المخدرات وناس تهتف باسمه وشوية كلام اهبل كده، وبعدها بيلتقط اخر انفاسه وبيتكل على الله من الدنيا خالص. وبعدها على طول بنشوف تيمبني وهو داخل عليه وبيهدده بالسلاح، وبيبقى جاي علشان ياخد الفلوس اللي موجودة في الخزنة. واثناء ما سي جي بيرسله الفلوس في الشنطة بنعرف من كلام تيمبني ان هو السبب في اللي بيحصل في الشارع دلوقتي ومخلي الناس تاكل في بعض. المهم ان بعد ما سي جي بيرسله الفلوس، تيمبني بياخد الشنطة وبيخلع وبيولع في محول الغاز اللي في المعمل، والمبنى كله بيولع. بس سي جي في الاخر بينجح ان هو يطفي الحريقة وبيخرج من المبنى، وبياخد العربية مع سويت وبيبقى يقاتل يا مقتول عشان يخلص على تيمبني. وسي جي بيفضل يطارده لحد ما في الاخر تيمبني بيعمل حادثه وبيقع من العربيه من فوق الكوبري، وبينزل من العربيه وهو متدغدغ، وبيفضل يهلفط في الكلام شويه، وسي جي بيبقى عايز يخلص عليه، بس في الاخر هو بيموت لوحده من غير ما حد يلمسه. وسي جي في الاخر بيقول له جملته الشهيره See you around.
يا ابن الأحبة. وسي جي بينجح إن هو يجمع العيلة وكل أصحابه اللي هو عرفهم في رحلته، وبيكون نظف المنطقة من تجارة المخدرات اللي كانت دايرة فيها وخلص على كل أعدائه، وبقى رجل أعمال كبير وصاحب أملاك كتير من بعد ما كان الشاب التافه اللي ملوش لازمة في الحياة، وده على حسب وصف أخوه ليه. وبينزل التتر. وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي فعليكوا على الكومنتات بقى. بص انا ماشي بعلاج. وما تنساش تتابعني على انستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات رأي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.